بالروح بالهم نفديك يا شرقية. رامي ربيعي عامل في منظمة الربيع السرية من أصول برتغالية، هدفه معاقبة البشر على التفعيص في المناخ. السلام عليكم، وحشتوني. كل التحية للناس اللي كسبت أفريقيا. أنت مختلف فلازم أعمل لك فيديو مختلف. الفيديو ده هيكون أسرع فيديو نزل على القناة، وهيكون في حاجة جديدة ما عملتهاش في الفيديوهات اللي فاتت، وهي إن أنا هنقل لك تجربتي مع الناس في القهوة وفي الشارع بالاحتفالات إن شاء الله، بس ليها مكانها في الفيديو. يلا بينا. بدأ ماتش الأهلي والترجي بالثبات وقلة الاهتمام، محدش عايز يزعل التاني، بس كلهم اتفقوا على حاجة واحدة، أهمية نفي حسين الشحات لتكريت أو مالطا أو الدويقة. المهم ما تشوفوش إلا في كأس العالم. صوتي مبحوح من الاحتفالات، أنا كنت خارب الدنيا النهارده بس استحملني. واعتمد كولر على تكتيك محدش يعرفه غيره، وده اللي عجز مدرب الترجي وخلى الماتش ينام منه. أما المدير الفني للترجي فاعتمد على الستارة الدفاعية وعدم استقبال أي أهداف لحد نهاية الشوط الأول، بس كل ده كذب عشان ظهر مسمار اسمه ربيعة نتش الستارة وبوظ الخطة. المهم الشوط الأول يلخص في حكمة بتقول إذ جاءتك الفرصة فابد الترجي والوداد بالركنية، وده اتحقق في الدقيقة 4 بعد عرضية من كريم فؤاد يعمل لها بلوك واحد غلبان في الترجي، فاكر إنه كده بينهي الخطورة عشان تبقى ركنية يرفعها حسين الشحات، ما يجيبهاش عبد المنعم هوبا يجيبها ربيعة. 1-0 للأهلي مفيش منه للترجي. وبعد حنكش ومناكش من حسين الشحات مش عايز أكلمك عنها عشان إحساسك، قررت أديلك ملخص الشوط الأول من وجهة نظر أخطر لعيب في الترجي. خافوا، احنا جايين بقوة المكشخين. ايه المفشخين دي يا عم؟ عيب، احترم ذاتك. الواد الابيضاني ده قال عليك عبيط بالتونسي. ازاي؟ قال عبيطة برشا. انا معايا تونسي وفاهم، بس ايه التيشيرتات الجامدة دي؟ هو كان في النية يوفنتوس بس انتوا غسلتوا الابيض على الملون ولا ايه؟ بالروح بالهم نفديك يا شرقية. ما تجيب حاجة بيلين طرد غدر، اتهمونا كتير بالحرام، نفسي نثبته بقى. الصلعة دي لو كانت بولة ايس كريم بالشوكولاتة كانت هتبقى افيد من كده. الترجي اول نص ساعة عنده مهمة او عدم استقبال الاهداف الحمد لله مش انا، عاملينها بالاصفر والاحمر. غشيم قوي الاهلي ده، برشا قاسي بالزاف. المباراة ممكن تحسم في 20-25 نصف ساعة الأولى. ليه كتير؟ مكفاه 5 دقايق. هي الحته ال60 سم دي اللي مش مخلياني عارف العب. ما تكبروا الملاعب بقى. امشي عادل اللي يحتار عدوك فيك. الله، هو انا العدو ولا ايه؟ عارف انا الفنتات والتهزيق ده اللي هيعجل بلعب في كرطاج للدخان تقريبا. احنا مذاكرينكو كويس. اي ركنيه لعبد المنعم. احيه اللاعب اللي بره المنهج. في لعبه في امريكا تلاقي واحد قاعد عامل كده على قرافيسه مقرفص، وواحد قدامه معاه زقله وبيضرب الكوره. انت فاكر اما تبرق للجول مش هتحسب يا كابتن لوتشانو سباكيت؟ انت ريح نفسك يا صاحبي، انا اللي هفك الضغط ده. خدها تاني، ربنا يوفقك. يا نهار ابيض، المغص بتاع دي بروين. انت حد مبرشم حاسب قالي على ودانك؟ كاميرا بابا انا باشا بابا انا باشا. وبعدين في اللاعب الجيلي ده انا جالي حول من كتر الهز. ما تجرب تباص يا اسطى، الباص حلو. ما انت بتعرف تشوت اهو، اما ليه بتيجي جوه خط الستة وتقعد تبص على الارض ولا كأن فلوس الدرس وقعت منك؟ الحمد لله على السلامه. في وسط الافيهات والاحتفالات والانتصارات والاهداف مش عايز توصل اخوك لايك شيرت عليه اشتراك كده يعني بالحب. وعلى فكره ده الوقت اللي بقول لك فيه اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي اللعيب اللي بيوقع قلبك في وش رجلك. الكره في رجليه عامله زي طبق الجيلي. اهم واحد في افريقيا وقائد فصل الربيع الاستاذ رامي ربيعي، وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديرة، وهحط لكم باكتشافات جديدة هتغير من مسار الكورة في الدقهلية ومصر وحتى الميدان. رامي ربيعي عامل في منظمة الربيع السرية من أصول برتغالية، هدفه معاقبة البشر على التفعيص في المناخ. فلو بصيني على ميلاد رامي ربيعي سنجد ولد في مايو عام 1993. 1993 هو العام الذي تحدث عنه البروفيسور بيتري تالاس عن مرور 28 عام منذ أن أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أول تقرير عن المناخ. 28 عام. المناخ 28 هو مجموع مباريات وأهداف رامي ربيعي مع الأهلي في فترته الأولى. المناخ هو متوسط حالات الطقس على المدى الطويل، ويحسب كل 30 عام. 30 عام هو عمر رامي ربيعي. إذا جاك الطوفان البس قفطان. خد العرقانة بالتركيز في اسم رامي ربيعي سنجد ربيعي التي مشتقة من الربيع
الربيع أعياد الربيع، ومنها عيد هولي في الهند. الهند التي ارتبطت بسلسلة مواقع بحرية بينها وبين لشبونة البرتغالية. لشبونة البرتغالية التي بها نادي سبورتنج لشبونة. نادي سبورتنج لشبونة الذي لعب لكم رامي ربيعي. لا نيميسنتو بيمي. خد النهي العجيبة. أعلن مستشار برنامج المناخ العالمي عن اختفاء الربيع في عام 2023. 2023 هو العام الذي أعلن به النادي الأهلي عن إصابة رامي ربيعي بجزع في مفصل تركوة الكتف. وبشبك الخيوط إذن رامي ربيعي عامل في منظمة الربيع السرية من أصول برتغالية، هدفه معاقبة البشر للتفعيص في المناخ. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافة العظيمة دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديدة من برنامجكم أسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامة. ما تجيب حط عشان احكي لك اللي حصل في الشوط الثاني. الشوط الثاني نزل فيه قفشه بيه وحط فاول في العارضة، بس كسبنا افريقيا، وده كان مبرر كافي ان ادي لك ملخص الشوط الثاني من وجهة نظر اللايك بتاعك بقى، ودلعنا بقى يا عم. يلا يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا كابتن هاري نفتالين، انا كده خسرت بيضه، مش هتاخدوني معاكم صياد في صيادين السمك؟ نفسي نشوت بقى، انا زهقت من تدوير الكوره ده، لو كان كنز كنا لقينا اسرع من كده. ما متش انا، ايوه ما متش في بعدك انا، ما متش. ديانج ده ما لعبش من سنه، هي دي مفاجاه النهائي اللي هتلخبط حسابات الترجي وهتلخبطنا احنا كمان. ماله سيبت كده ليه؟ هو داس على لغم؟ ما تلعب يا عم المتردد بقى. انا فين؟ ايه المكان الضلمه ده؟ انت في جيب عبد المنعم، في خيره لعيبه العالم، بنزيما وسالم الدوسري وشويه محليات. الحمد لله لسه في امل، الحمد لله مش هيزيطوا علينا اكتر من كده. عايز في وسط الافيهات المواقف الرجوليه، انا ما لقيتش موقف اقرب من ده عشان اقول لك كاس الانتر كونتيننتال اقوله. ايه الزهق ده؟ خلاص ما بقاش لينا طار عند حد، عوضنا في ال 13 نقابل السجق الكاميروني يطلع غالبنا من 80 سنه. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك، والف مبروك لكل اهلاوي. لينا قرارات كتير في اخر 5 سنين، بس ما فيش بطل بيكل او يمل من انه يكون البطل. بس كده هسيبك مع شويه فيديوهات من الاحتفالات ونرجع نختم الفيديو. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبك، وبشكر عند سيد راعي قهوه سوبريمو واصحابي اللي ساعدوني على تصوير الحاجات دي، احمد هاني وصلاح وكريم وعليوه. وبالمناسبه عليوه عنده قناه يوتيوب اسمها عليوه حكم رابع لو حد حابب يتفرج. بس كده سلام.